ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا بقى اوريكم شويه البط العسل اللي احنا اشتريناه. ده بط يا جماعه مسكوفي، البيضه دي مسكوفي والباقي ده يعني بلدي على مسكوفي خليط يعني. لسه مشترينهم امبارح، احنا بقالنا اكتر من سنه يعني البط ده قاطعينه من هنا خالص، مربيش غير وز. فقلت لا بقى لازم اجيب بطتين، نفسي اربي بط. ما تنسوش يا جماعه اهم حاجه تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو باللايك. فاحنا بقى جبناهم وعملت لهم بقى خلطه، انما زي العسل. ده ششت لهم عيش يا جماعه، عيش وحطيت علف وتشيش وصدف. الصدف اهو لو حد شايفه اهو صدف، ده عشان الكالسيوم يا جماعه وما يعضوش في بعض. وحطيت لهم ندعه ملح. الوصفه دي انا عاملاها لهم امبارح وحاطه لها منهم امبارح، هما مخلصينها هم، بس هما مبهدلين مطرحهم بس. هم يا جماعه هحطهم قدامكم وشوف. بس بجد هما بسم الله ما شاء الله عليهم حلوين، عجبني اول بطتين دول. والصغيره اللي هناك دي خالص دي واخدينها على البيعه. استنوا خليكم معايا، حط لهم العلف واكلهم. هنحطه لهم بقى ونشوف هيعملوا ايه. بس على ما اعتقد هما مش جعانين ولسه خايفين برضو من المكان، ما هما لسه جايين فمش واخدين على الجو. احنا كان عندنا البط الاول تحطي الاكل تلاقيه طقر عليه. هما على ما اعتقد كده خايفين من المكان، يعني لسه ما خدوش برضو. ما تنسيش لو عندك بط زي ده اعملوا الوصفه دي. انا جبت رغيفين دششتهم وحطيت عليهم شويه صدف ودشيش وعلف ويعني زي معلقه ملح كده او اقل من معلقه، وقلبتهم في بعض وبحط لهم منها. بجد والله العظيم هتخليهم في حته تانية. هما بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحميهم، حلوين وعجبني قوي. ربنا بس يبارك فيهم، لان احنا كان عندنا بط من الفيران خلوهم ياكلوا البيض اللي تحتهم، ولو طلعت بتاكل عيالها. يعني الفيران خوفتهم ويعني كانوا بيشدوا فيهم وهم يعني فاهمين يا جماعه، وهم راقدين على البيض، فخلوهم ياكلوا عيالهم وياكلوا البيض، فما طلعولناش خالص. احنا ذبحناهم، فانا جايبه دول للانتاج. ربنا بس يستر من الفيران، احنا مش عارفين بجد نعمل لها ايه. بس يا جماعه يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.